بتاعتنا اللي هي دي هتطلع بالشكل ده ان شاء الله. وعندنا الشوكولات كريم اوبير، وبعدين عندنا الشوكولات جناش والكراميل جلاسيه. يبقى هنعمل ل4 اجزاء بتوع مكونات الكيكه، وبعدين هنبدا الكراميل جلاسيه اللي هي دي يا شريف الديسك دوت اللي بالشكل ده. ديسك الكراميل. ديسك الكراميل ده بالزبده وبتاع، دوقه بقى انت قاعد كده جميل جدا. انا هقول لك حاجه من دلوقتي هننوه عليها، هنعملها الاسبوع الجاي اللي هي يوم الاحد. لا يوم الاحد الجاي عايزين نعمل مارون جلاس. مارون كويس جدا، فكرت فيه. حلو قبل ما يخلص المارون هنبدا نعمل قبل ما يخلص الموسم. الاسبوع الجاي هنعمل ايه؟ مارون جلاسيه يا جماعه، خلوا بالكم الحد الجاي. الحد الجاي مارون جلاسيه. فالمقادير بتاعت البسكوت الارجنتال سهله جدا. احنا قلنا مكونات الكيكه عباره عن 4 اجزاء: البسكوته، الشوكولاته كريم اوبير، الجناش، الكراميل جلاسيه. يبقى هنعمل اول حاجه البسكوته، مكوناتها ربع لتر نص لتر ابيض بيض، وكيلو سكر بودر، و5 جرام فانيليا، و250 جرام بندق قطع، 250 جرام فستق قطع، 500 جرام دقيق، 1 بشر برتقال. الاول هنقول تاني بالراحه. دوم 12 بيضه يا شريف. 12 بيضه بياض. 12 بيضه بياض ابيض بيض. وبعدين عندنا كيلو سكر بودره، وعندنا نص معلقه صغيره فانيليا. وبعدين عندنا كوبايه وربع بندق قطع، وكوبايه وربع فستق قطع، وعندنا كوبايتين ونص دقيق، و1 بشر برتقال. طيب سهل جدا. هاخد تليفون واجي لك عشان معايا تليفون بس من بره. معانا بس انا ما سمعتش الاسم. ام نادر. ايوه اهلا. ام نادر. اهلا وسهلا. ام نادر من ليبيا، اهلا بيكي. اهلا بيك، ازيك؟ انت كويسه؟ الحمد لله. ازاي نادر؟ الحمد لله كويس، ازيك انت؟ انا بخير، طول ما انت بخير. انا بقالي سنتين نتبع في البرنامج الحلو. يا رب يخليكي. الجو عندكم برد ولا ايه النظام؟ والله برد ومطر عموما المطره بتبقى حلوه. طب قولي لي سؤالك ايه بقى؟ نعم؟ سؤالك. ما في سؤال بنسال عليك انت بس. يا رب يخليكي، انا بشكرك. ايوه شكرا يا ست. شكرا يا شريف. ميرسي لحضرتك وتحياتنا لكل اهل ليبيا. انت بتتكلمي منين في ليبيا؟ انا من طرابلس. من طرابلس. انا كنت حبيبتي تسنيم بتكلم. مين؟ تسنيم. تسنيم؟ سلمنا عليها كتير. هي جنبك؟ الو؟ ايوه. ازيك يا تسنيم؟ انت كويسه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين؟ اه. قولي لي تيتا بتطبخ كويس؟ تيتا بتطبخ كويس؟ بتعمل لك مبكبكه؟ بتحبي تاكلي مبكبكه؟ بتعمله في المبكبكه. انا بشكركم على اتصالكم. الله يخليك. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. كده يا شريف هنرجع للبسكوته بتاع الديكواز اللي هي عباره عن نص لتر ابيض بيض، 12 ابيض بيض اهم يا شريف، وكيلو سكر بودره، و5 فانيليا، وربع كيلو بندق قطع، وربع كيلو فستق قطع، ونص كيلو دقيق، 1 بشر برتقال. هنرجع هننزل ايه اللي في الابيض بيض؟ كام قلنا؟ 12. قلنا 12 نص لتر. وبعدين يا شريف هنفصل دي خالص. هنبدا نتاكد ان المضرب بتاعي ناشف كويس يا شريف، واتاكد ان الوعاء برضو نظيف جدا. بعدين اشغل بتاعتي على السرعه الهاديه، وابدا اعلي عليه بالشكل ده. عندي هنا السكر بودره والفانيليا، دي المكونات. هبدا اضيف الفستق على البندق واقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعدين احط الدقيق عليهم وبشر البرتقال. يبقى هنا اول حاجه الابيض بيض اللي هو نص لتر، وعندنا كيلو سكر بودره، وبعدين عندنا الفانيليا. طيب هات لي حاجه كبيره اعرفها لو سمحت. اعرفها حاجه تخلص. هتعمل مارينج. هعمل مارينج بسكر بودره مش بسكر عادي. ليه بقى؟ عايزه يبقى كريمي ومدي استك، لان محتاج البسكوته دي يا شريف. البسكوته دي لما تيجي تتاكل لازم تبقى استك كده يا شريف. بتمط كده البادجي يعني. اوكي. هرجع هنا اعلي وابدا اضيف السكر يا شريف بالشكل ده. اول ما يعلى معايا الابيض بيض بتاعي هبدا اضيف السكر بالراحه خالص عشان يتجانس معايا ويعمل فوليوم. وباكد لست البيت ان لازم يكون الجهاز عندي ناشف والمضرب ناشف عشان ينجح معايا المارينج. والبسكوته دي بتستوي على درجه حراره 180. انا مشغل الفرن على درجه حراره 180 يا شريف، ومجهز السجاد لمده قد ايه؟ لمده 25 دقيقه. شريف انا مجهز السجاد بتاعتي، دهنها سمنه من تحت وبعدين ورق زبده وعليها سمنه من فوق، لازم من فوق ومن تحت عشان البسكوته ما تلزقش في ورق الزبده بتاعتي. يبقى هرجع تاني للمارينج بتاعي، هضيف بالراحه السكر بتاعي وهو المكنه شغاله على العالي، لازم اضيفها كده. يبقى هفكر تاني الساده المشاهدين، احنا حاطينها في المكنه
نص لتر ابيض بيض، وبضيف كيلو سكر باودر، وعندي هنا ربع كيلو بندق وربع كيلو فستق و500 جرام دقيق، وعندنا واحد بشر برتقال، وبعدين الحشو بتاعه شوكولاته كريم اوبير، وبعدين عندنا الشوكولاته جناش، وبعدين عندنا الكراميل اللي احنا هنحشي بيها. اوكي، عيدنا بقى من الاول انت عملت ايه؟ حطيت نص لتر ابيض بيض في المكنه وشغلتها لمده 3 دقائق لحد ما عالي معايا كويس، وبعدين بدات اضيف بالراحه جدا كيلو سكر بودره واحده واحده لحد ما يتجانس معايا، وبعد كده هضيف له ربع كيلو بندق وربع كيلو فستق قطع ونص كيلو دقيق وواحد بقشر برتقال، واقطعه على الصاج المدهون بورق الزبده وعليه زبده من فوق، وادخله الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. يبقى كده جاهزه عندي البسكوته بتاعت الارجنتال، وبعدين هبدا اعمل لها الكريمه اوبير بتاعتنا. طب اخد انا تليفون؟ خد تليفونك يا شريف. معانا جنة. جنة؟ يا جنة الو. ازيك؟ الحمد لله. ممكن تعلي صوتك لو سمحتي؟ الو. ازيك يا جنة؟ انت عندك كام سنة؟ 8. 8 سنين؟ اه. اخدتي اجازة نص السنة؟ اه. هتعملي ايه بقى في الاجازة؟ هلعب. بتلعبي؟ وهلعب رياضة. بتلعبي رياضة؟ بتلعبي ايه بقى في الرياضة؟ ايه الرياضة اللي انت بتحبي تلعبيها؟ كاراتيه. كاراتيه؟ اه. عشان تدافعي عن نفسك لو حد جه جنبك. طيب ليكي سؤال؟ لا انا عيد ميلادي النهارده. كل سنة وانت طيبة. هابي بيرث داي. بجد انا مبسوط ان انا سمعت صوتك يوم عيد ميلادك. عايز اسلم على الشيف حسن. شيف حسن اهو معاكي اهو. وانت طيبه يا حبيبتي. غني لها بقى. وبهديلك الكيكه الارجنتال دي النهارده لعيد ميلادك. شكرا يا شيف حسن. ولو سبت لي عنوانك في الكنترول روم هبعتها لك والله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ميرسي يا جنة. كل سنة وانت طيبة. باي باي. على فكرة النهارده كمان عيد ميلاد هشام ضاحي المونتير اللي معانا. كل سنة وانت طيب يا هشومة. والنهارده برضو عيد ميلاد منى الدعيجي بنت اختي في الامارات، فبقول لها كل سنه وانت طيبه يا منى، وعقبال 100 سنه ان شاء الله. كل سنة طيبة يا منى. وهشام هشام ضاحي اللي جوه بقول لكم مونتير الهوا اللي هو بيقعد يدوس على الزراير اللي يقطع بين الكاميرات. بما ان النهارده عيد ميلاده وتم 39 سنه وهو خايف ان السنه الجايه هيربعن فعنده قلق، فصوابه عمال كمان جنبه بيدوس على اي كاميرا. كده يا شريف المارنج بقى يعمل عندي كريمي اهو زي الفل، لان انا مطول بالي عليه خالص اهوت، وبضيف السكر بالراحه جدا عشان يتجانس مع بعضه. طالع عندي هنا زي الفل اهوت. افكر الساده المشاهدين البسكوته دي عباره عن نص لتر ابيض بيض، كيلو سكر بودره، 5 جرام فانيليا، ربع كيلو بندق قطع، ربع كيلو فستق قطع، نص كيلو دقيق، واحد بقشر برتقال، وهتتقطع وفي الصاج دوت على شكل ديسكات، هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه، وبعد كده تبرد هنديها الجناش بتاعها. هنعمل الجناش بتاعنا عباره عن ربع لتر ابيض فريش كريم. بس انا ما تقولوش دلوقتي عشان ما نعمله. حاضر. هي اللي انت بتحطه ده هيطلع ده هيطلع البسكوته دي يا شريف. كده هبدا اضيف هنا البندق والفستق واقلبهم مع بعض، واضيف النص كيلو دقيق، يبقى ربع كيلو بندق قطع وربع كيلو فستق قطع ونص كيلو دقيق، وبعدين عندي هنا واحد بقشر برتقال، يبقى كل ده مع بعض. سمحت يا محمد هات لي حاجه اقلب بيها. ارجع تاني اضيف بقيه السكر بتاعي للمارنج بتاعي، واكون بالي طويل عليه كده عشان ينجح معايا ويطلع زي الفل. وبعدين بالشكل ده، واسيبه يخلط مع بعضه، وبعدين لازم يصبروا عليه ده. يطولوا بالهم قوي. هخلط الفستق والبندق والدقيق وبشر البرتقال مع بعض كويس جدا. الكيكه ديت والبسكوته دي جميله جدا. ممكن هي الاصول بتاعها ان احنا هنحشي لها الشوكولاته كريم اوبير. لو ست البيت عايزه تعمل لها موس برلينا اللي هو موس البندق وتحشيها بيها ماشي. افكار كتيره ممكن تغير الحشو ماشي، لكن البسكوته ممتازه. احنا بنعمل الاصل، بنعمل ايه ست البيت عايزه تغير فيها زي ما هي عايزه. عايزه تشيل البندق والفستق وتخليها دقيق كلها مفيش مشكله. ممكن تحط فواكه مسكره. ممكن تحط فواكه مسكره. هبدا اضيف بالراحه برضو السكر بالراحه خالص كده، وبعد ما يخلص السكر خالص هبدا اضيف له الدقيق والبندق والفستق وبشر البرتقال، وما انساش الفانيليا عندي هنا. وبعدين هبدا اقطعها في الصاج اللي انا مجهزه، هوري ست البيت اقطعها ازاي. هنعمل الطويل ده والمدور والمقاسات دي كلها، ونعمل لها الجناش بتاعتها والكراميل. كده جاهز عندي خلاص. اوكي مارادونا. طب اخد تليفون واجي؟ خد تليفونك يا حبيبي. انا جاهز. هدي الفانيليا قبل ما تاخد التليفون اهي. فانيليا قد ايه؟ نص معلقه صغيره. نص معلقه صغيره فانيليا حطيناها على المارينج. ناخد معانا مدام حبيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شريف؟ ازيك يا مدام حبيبه؟ ازيك؟ تعالي صوتك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. هو سلام لي شيف حسن. خير يا فندم. وكل الشيفات اللي عندكم. ميرسي ليكي، اشكرك. اموري سؤالك ايه؟ كنت بسال على ام علي. ام علي.
في البرد ده تبقى حلوه يا ام علي، تدفى. دافى ده احلى من البليله. ايه كمان؟ لا ام علي، بس احنا بنتفرج. الشيف حسن بصراحه بيعمل كل حاجه وكل الشيفات اللي عندكم. طب انا ميرسي بشكرك جداً يا جدا. فندم. ليكي اي سؤال تاني غير ام علي؟ لا، ما هو بس الشيف حسن يعمل لنا ام علي او يقولها لا لنا ازاي. هنقولها لكم سهله قوي. حاضر. ايوه، عشان دايما تبقى اما اللبن كتير اما خفيفه يعني. ما بتظبطش معاكي. حاضر، انا بشكرك يا مدام حبيبه. ميرسي. مع السلامه. تحت امرك يا فندم، مع السلامه. تحت كده جاهز أمرك. عندي المارينج يا شريف ناجح، هو طلع زي الفل. انا عايز علوان يركز فيه قوي علشان الساده المشاهدين يشوفوا المارينج درجه كثافته عباره عن ايه. هو ده نجاحه، لان انا طولت بالي عليه وانا بحط السكر. كده جاهز عندي، هبدا افصل المكنه بتاعتي. شوف طالع عامل ازاي. فظيع. هبدا افصل المضرب بتاعي بالشكل ده. محمد يا حامد إيدك كده. تعالى لي جنبي هنا. هنبدا نضيف يا شريف الدقيق والبندق القطع والفستق القطع للمارينج، واقلبه بالراحه جدا، ومتاكد ان اكون حريص عليه عشان ما يعملش معايا هبوط. لا، هبدا يعني ايه هبوط؟ يخبط بالراحه خالص. اضيف بالراحه، ايدك بايدك بالراحه. ايوه، يلا انزل على طول، رشه يا محمد. هبدا اقلب بالراحه كده يا شريف من تحت لفوق عشان الهواء بتاعي متحافظ عليه ما يهبطش مني، واكون حريص جدا وانا بقلبه. دي البسكوته، افكر الساده المشاهدين احنا عملنا فيها حط محمد. عباره عن نص لتر ابيض بيض يا شريف، حطيته في المكنه شغلته لمده يعني 3 كام دقائق. بيضه؟ 12 بيضه صفار ابيض بيض. وبعدين ضفت عليهم كيلو سكر تدريجيا لحد ما تجانس مع بعض وبقى بالشكل ده يا شريف. وبعدين عندي هنا ربع كيلو بندق قطع وربع كيلو فستق قطع ونص كيلو دقيق، عليهم 1 بشر برتقال، واقلبه مع بعض. انا مجهز الصاج اللي انا هقطع عليه كله. يلا محمد بسرعه. وبعدين ادخلهم على الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. هتطلع عندي بسكوته جميله جدا اقدر احشيها حاجات كتير. شكرا يا محمد. كده جاهزه عندي. اوكي. لغايه ما تقلبها بقى ناخد تليفون. خد تليفونك يا حبيبي. في الهدوء كده. مين معايا؟ مين؟ ندى. يا ندى. ايوه يا شريف. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 15. انا ملاحظ من ساعه لما الامتحانات خلصت واصدقائنا الصغيرين ابتدوا يتكلموا، ده شيء انا بيفرحني. لسه ما خلصتش. ايه انت لسه ما خلصتيش؟ هذا ده فاضل لك كام ماده؟ انا خلص يوم 24. يوم 24. طب هانت. عندك بكره امتحان؟ عندك بكره ايه؟ مادة رياضة، وعليا برضو هندسة كهربية. بكره كل ده؟ وسايبه المذاكره وقاعده تتفرجي علينا؟ مستنياك. ليه بس كده يا ندى؟ طب وسؤالك ايه بقى عشان ما عطلكيش؟ عايزة، انا سألتك لما اتصلت بيك لما قلت لك انا في تعليم فني. ايوه اهلا بيكي، انا افتكرت. وانا قلت لك ساعتها التعليم المستقبل كله للتعليم الفني. سألتك على تورتة الشوكولاتة وما قلتليش عليها. تورتة الشوكولاتة؟ احنا عملناها الاسبوع اللي فات. ما الاوبرا كيك دي تورتة الشوكولاتة. ما شفتهاش الحلقة اللي فاتت. طب شفتي بقى؟ احنا عملناها وانت ما شفتيهاش. طب ايه كمان؟ طب ممكن تكلم ماما؟ ممكن اكلمها طبعا. ام ندى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شريف؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا بيكي. انا بس بسلم عليك. انا بشكرك جدا وميرسي ان انا سمعت صوتك. يا رب يخليك. خلي ندى تقوم دلوقتي من قدام التلفزيون وتقعد تذاكر. ندى والله ربنا معايا، شريف ما بتنامش خالص. مالها؟ ما بتنامش خالص. ما بتنام ما هو كانت بدل الوقت اللي دلوقتي قاعده تتفرج كانت ذاكرت شويه ونامت بالليل. لا والله ما بتنام خالص يا شريف، وكل شويه تقول لي المذاكره. لا ما هو ربنا معاها وكل اللي زيها. الحمد لله. بشكرك على التليفون. سلمنا على الشيف احمد. حاضر كده يا فندم. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. شيف كده انا بعد ما ضفت لها الدقيق والفستق والبندق والبشر برتقال وقلبته من تحت لفوق بعد الحرص عشان ما يكونش مني، عبيتها في كيس بالشكل ده. اجيب الرنج بتاع الطوق بتاعي احطه جوه كده يا شريف، ده المقاس الكبير، واجي من النص هنا يا شريف اهو ابدا اقطعها بالشكل ده. دي البسكوته بتاعت الارجنتال، ااكد عليها لازم تكون ست البيت حريصه وهي بتعملها، سهله جدا. ودخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. دي اول واحده. وبعدين بالسكينه رفيعه كده يا شريف اقفل حواليها وارفع دي كده وادخلها لمده قد ايه؟ 25 دقيقه. بص عامله ازاي، طالعه زي الفل ازاي يا علوان، ركزت عليها لو سمحت. علوان اهي زي الفل اهي. هجيب الصاج الثاني هعمل المقاس الثاني. والفستق جميل ازاي جواها والبرتقال طعمها حكايه البسكوت. اوكي لو سمحت يا محمد. هجيب المقاس الثاني يا شريف اهو. يبقى انا عملت ده المقاس الكبير. هتعمل 3 مقاسات. هعمل 3 مقاسات. لغايه ما تعمل المقاس الثاني. عايز اقول للاستاذ المشاهدين على حاجه.
بكره في صباح الخير يا مصر هيكون معانا الاستاذه مريم نور، هتتكلم عن التغذيه في لقاء خاص جدا في صباح الخير يا مصر. فلو سمحتوا اي حد، في ناس كتير انا عارف بتحب استاذه مريم نور، فاي حد مهتم بالكلام اللي هي بتقوله بالذات عن التغذيه يا ريت يتابع لقائها بكره. هتكون معايا بكره وهيكون معانا انجي انور، نعمل معاها لقاء لمده نص ساعه مصريه. صباح الخير يا مصر. يبقى ده المقاس الثاني يا شريف. انا عملت مقاس 24، ده مقاس 17، وبعدين ده هعمله مقاس انديفيدوال اللي هو بتاع الدارت نفسه. يبقى عندنا مقاس 3 مقاسات دلوقتي، وهعمل المقاس الطويل اللي هو بتاع الجاتو. دي لو ست البيت هتعملها لواحد شخص. فانا بعمل افكار، بعمل كيكه كبيره، كيكه ميديوم، كيكه لواحد شخص بالشكل ده. اتاكد ان الارتفاعات كلها قد بعضها يا شريف. برضو بسكينه افضي الجناب بالراحه خالص، وارفعها وادخلها الفرن برضو على درجه حراره 180 ل 125. كلهم بقى زي بعض. كلهم زي بعض. الطويله بقى يا شريف هي المختلفه شويه، اللي هو الايه؟ الباند ده، اللي هي دي اللي هو ده. ليه بقى؟ على اساس ست البيت تعملها بالراحه جدا عشان ما تتكسرش يعني. لا، عشان تطلع معاها مظبوطه مش هتتكسر. المارينج طالع معايا، انا سعيد جدا بالمارينج اللي طالع معايا ده، ناجح معايا جدا يا شريف. انا كراجل محترف الصنف طالع معايا زي الفل اهو. ببقى فرحان بالحاجه وطالعه على الهوا ناجحه بالشكل ده. هبدا يا شريف اقطع، وباكد ورقه الزبده مدهونه من تحت زبده، وبعدين ورقه الزبده، وبعدين من فوقها زبده، على اساس البسكوته ما تلزقش. هنيجي هنا كده يا شريف، ارفع بقى يا محمد. هنيجي هنا يا شريف اهيت البند الطويل اهوت، هقطعه بالشكل ده اهو. وبعدين هبدا قبلها كده يعني بتاع اكس كده في الاول عشان تبقى هي ايه، محمله يا شريف، عشان ما تنكسرش. يبقى ده كله العصب لها عصب. حتى التورته بقى ليها عصب، ده لازم كلها عصب عشان لما تيجي تشيلها. وبعدين ندخلها الفرن برضو على درجه حراره 180 ل 125.